هلا، شلونكم؟ اليوم سويت لكم صاج الشاورما على طريقتي أنا، طريقة سهلة وسريعة والطعم دمار. في البداية عندي صدر دجاج وقطعته بهذا الشكل، خليت عليه نص كوب خل أبيض، وضفت مجموعة بهارات قص دجاج، وضفت عليها بابريكا، وخليت ثوم وبصل بودرة، وخليت خاشوقتين زبادي وكاتشب. وراها هاي المواد خلطتها كل زين بالإضافة إلى الملح، وخليتها تتبل ساعة. للثومية كوب نشا، كوب وربع مي، بس يصير هذا قوامه أطفيه. خليته بعد ما برد خليته بالخلاط، وخليت فصين ثوم وكوب ونص زبادي ونص كوب زيت. هنا أنا صار هذا الخليط. بعد ما برد الخليط الثومية صارت بهذا الشكل. هنا أنا بطاوة على شوية زيت، يعني اسمنت زيت، وخليت صدر الدجاج بعد ما تتبل. بنات تتبيلة الدجاج هاي دمار، كلش طيبة وأنصحكم بيها. هنا أنا بعد ما استوى عندي القص والمي مالته كله نشف، راح أبدي أسوي صاجات. خليت كاتشب، وراح أخلي مايونيز، وراح أخلي شوية ثومية، وأخلي القص، وأخلي الفنجر. طبعا هذا الفنجر جاهز بس قليته بالقلاية الهوائية، وتلفوها بهذا الشكل. وبنات الطرف مالت خبزة الصاجية أخلي عليه ثومية أو نشا إذا عندكم مي حتى تتماسك. علينا وعليكم ألف عافية. أي استفسار أو ملاحظة اكتبوا لي بالتعليقات.